السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحلقتنا في هذا اليوم. في سنة 2004 في مدينة خميس زمامرة، في واحد الدرب شعبي كانت واحد الدار مشبوهة، دار دايما مسدودة، ديما الروايح ديال البخور والجاوي طالعة منها، والوجوه ها اللي داخل واللي خارج شي معروفين في الدرب، وجوه غريبة. مولات الدار شوافة في عمر ديالها ديك 44 سنة، كانت سادة عليها وتا واحد ما تيعرف شنو كدير. ساكنة معها واحد البنت باقا صغيرة مجهولة الهوية حتى هي. كان عندها واحد الوليد تربية صغيرة. هاد البنت والشوافة كانوا عايشين في واحد العالم مسدود عامر بالأسرار والشعوذة. في واحد الصباح والشمس يلا بدات كتبان في الحيوط ديال الدار، والجيران بداو كيتحركوا، الحياة بدات كدور. ولكن دار الشوافة كانت ساكتة وماشي كيف العادة. فجأة هاد السكات هذا تهرس، ولات تسمع واحد البكا ديال واحد التربيه صغيره. الجيران في الاول قالوا عادي، الدري صغير كيفيق وكيبكي. ولكن دازت ساعه ساعتين والصوت ما بغاش يتقطع. البكا ولا هيستيري، بحال شي استغاثه ديال روح بريئه كطلب النجده. الجيران بداو كيتجمعوا قدام الباب، فلانه فلانه واش ما كتسمعيش؟ الدري راه مفرقع بالبكا. والو لا جواب، والو، غير البكا بقى هكاك. بدا الشك والخوف كيدخل القلوب ديال الناس. واحد من الجيران قال هادشي راه ماشي عادي، السكات ديال مولات الدار مع هاد الهوات راه كاين شي مصيبه لداخل. عيطوا للدارك، جاو. الباب ديال الحديد كان مكالي ومسدود من الداخل، السور عالي. الجدرمية طلبوا من واحد الدري صغير خفيف ورقيق ينقز فوق السور باش يحل ليهم الباب من الداخل. الدري طلع فوق السور، نقز لوسط الدار، كان غادي يجري يحل الباب، ولكن عينو طاحت على الشرجم ديال الصالون. وقف مسمر، وجهو تلون بالصفر ورجليه فشلو. بصعوبة حل الباب الجدرمية وهو كيترعد. قال ليهم الدم في كل بلاصة. دخلوا للجدرمية وتما شافوا المجزرة في وسط الصالون. مولات الدار اللي هي الشوافة مرمية على الوجه ديالها، مدبوحة من العنق ديالها، ذبيحة خايبة، والدم مغطي الزربية والمخدات. الريحة د الموت تخلطت مع الريحة ديال التفوسيخة. الصوت ديال الرضيع كان كيجي من بيت آخر، بيت كاين لداخل. مشاو الجدرمية بشوية وسط داك البيرك ديال الدماء، دفعوا واحد الباب، وهنا كان واحد المشهد اللي كيقطع القلب. البنت او المساعده ديال الشوافه مقتوله ومذبوحه بنفس الوحشيه اللي تقتلت بها مولات الدار، طايحه حدا واحد الفراش وفي الجنب ديالها الرضيع ديالها يلا عنده شي شهوره قليله، كان كيحبو وكيمرغ راسو في ضمه وكيغوت. الجدرميه هزو الرضيع، غطاوه وبداو غطاو الجثات وبدات المعاينه. الذهب ديال الشوافة، الدبالج والسلاسل كانوا باقي في يدها وفي عنق ديالها. الفلوس كاينة في المريو. يعني المجرم شنو جاي؟ إذا هذا ما جايش يسرق، جاي على ود شي حاجة أخرى. الباب كان مسدود من الداخل والسور عالي، يعني المجرم دخل بالخاطر وكيعرفوه، وخرج وسد الباب وراه بطريقة احترافية. البنت الشابة المقتولة ما عندها حتى ورقة، شكون هي ومنين جات وشكون باين هذا الرضيع اللي دابا ولا يتيم؟ واش المجرم شي كليان ما صدقش ليه السحور ورجع ينتقم؟ واش شي حد من عائلة ديال هاد البنت الشابة جاي يصفي العار؟ وعلاش قتلوهم بجوج وذبحوهم بدون رحمة بلا شفقة؟ هادو هما الأسئلة اللي بداو البوليس كيطرحوهم. وعلاش خلى الرضيع حي؟ واش زعما حنقلبو فيه ولا خلاه حيتاش عنده معاه صلة؟ شنو وقع اكزاكتومون؟ شنو وقع بالضبط؟ دازت مدة والتحقيق واقف، حتى بان واحد الخيط من والو. واحد الراجل كبير في العمر لاحظ تصرفات غريبة على نسيبو، زوج بنته، في نهار الجريمة. نسيب دخل الدار حوايجو فيهم طبعة ديال الدم، وبدا كيغسلهم وهو مبرزط ومخلوع. وبقى مدة هو فيه شي حاجة ماشي هي هاديك. الشيخ شك وبلغ الدارك، جابو هاد النسيب وحاصروه بالتوقيت وبالشهادة. والنهار واعترف. القاتل ما كانش باغي يسرق وما كانش باغي يغتصب، القاتل كان باغي يفك السحور.
هاد السيد حياته الزوجية دمرات، المشاكل كترات مع مرتو، الصحة ديالو تدهورات، ولا كيحس براسو مربوط. اكتشف بطريقة ما أن مراتو كانت كتمشي عند هاد الشوافة في السمابرة باش دير ليه الكتابة والتفريق. حس بالعافية في قلبه، حس بأن هذه الشوافة هي سبب شتات شملو. هز الجنوية ومشى قاصد دارها باش ينتقم. دخل عندها، فتحات ليه حيتاش كيصحاب ليها كليان. واجهها: انتي اللي خرجتي عليا بالسحور ديالك. الشوافة حاولت تنكر، ولكن الغضب أعماه. ضربها في الصالون. في ديك اللحظة البنت الشابة المساعدة خرجت مخلوعة من البيت اللي سمعات الغوات. المجرم شافها شاهدة، خاف تفضحو، هجم عليها حتى هي في بيتها وقتلها بدون رحمة. واخا ما عندها ذنب مباشر، اما الرضيع شاف فيه وما قدرش يقتلو، خلاه تما وهرب كيعتقد انه ظهر حياته من السحر الدائم. المجرم تحكم عليه بالسجن لسنوات طوال، عقوبة ثقيلة لقتل روحين. بغا يفك السحر، صدق غارق في الدم والقتل. الشوافة خلصت الثمن ديال هاد الشعوذة ديالها. والضحية الأكبر في هاد القصة هادي هي هذا الرضيع الصغير اللي بقى يتيم بدون أب وبدون أم.